الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرق العاشر من الفروقات التي بين الرجل والمرأة، بين الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وهي الحاجات للمرأة والرجل. الحاجات بمجملها قد تكون واحدة لكن تختلف في الترتيب. فالرجل من أولويات احتياجاته إذا وضعناها كأولوية: واحد، الثقة، يحتاج أن يشعر بأن المرأة تثق فيه. القبول، أن يشعر أن المرأة تقبله كما هو ولا تحاول تغييره إلا كما ذكرنا بالطرق الحكيمة الغير مباشرة. يحتاج الرجل كأولوية ثالثة التقدير، أن تقدر ما يفعله لها، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. الرجل يحتاج كلمات الإعجاب، الرجل من احتياجاته الاستحسان، الرجل من احتياجاته التشجيع. هذه 6 احتياجات بهذا الترتيب وهذه الأولوية في غالب الرجال. المرأة احتياجاتها: واحد، الاهتمام، أن تشعر أن الرجل مهتم بها، يحفظها، يلبي لها حاجاتها، يهتم بها معنويا وماديا. أيضا من أولويات المرأة أن تشعر أن الرجل يفهمها الفهم ولا يسيء الفهم فيها. تحتاج من أولويات الاحترام، أن يحترمها ولا يزدريها ويحقرها لأنها مرأة. أن تشعر أنها، الحاجة الرابعة، أنها ذات أولوية في حياته. تحتاج إلى الإثبات وكما يقال الأمان. الاحتياج السادس التوكيد. هذه 12 حاجة كليهما يحتاج هذه الاحتياجات، لكن تختلف في الأولوية والترتيب. ف6 الأولى التي ذكرناها هي من أولويات الرجل، لكنه يحتاج أيضا لل6 الأخرى، يحتاج للاهتمام، يحتاج للفهم، يحتاج للاحترام والأولوية وغيرها. وأيضا المرأة تحتاج الأمور ال6 الأولوية، وتحتاج الأمور الثانية التي تحتاج للثقة وتحتاج للقبول والتقدير والإعجاب والاستحسان والتشجيع. لكن كما ذكرت تختلف الأولوية عند الرجل من المرأة. كيف نصل إلى هذه القضايا، إلى هذه الحاجات، إلى تلبية هذه الحاجات؟ إما بالاستقراء، وأن يكون الرجل لميح وتكون المرأة لميحة، وتعرف من خلال حياتهما في هذا البيت، يعرفون ما هي الأمور التي لو حققها حصلت الثقة وحصل القبول والتقدير والاحترام وغيرها. وإما بالسؤال الذهبي الذي ذكرناه. السؤال الذهبي: يا حبيبتي، إيش الأشياء التي يمكن أن أعملها لك حتى تشعري بالاهتمام، حتى تشعري بالاحترام، حتى تشعري بأنك لك أولوية؟ أيضا في المقابل: ما هي الأشياء
يا حبة عيني، يا حبيبي، يا أبو فلان، التي ممكن أعملها حتى تشعر بأني واثقة فيك، بأني متقبلتك، بأني مقدرك، بأني معجبة فيك. فهذا الفرق العاشر، وهو الفرق الأخير من خلال كتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن يحقق السكينة والرحمة والمودة في بيوت المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.